هاي، أنا ربا من صفحة I cook for my family، واليوم رح أعمل أنا وياكم شوربة العدس على طريقة الماما. وعادة هالشوربة بناكلها مع الكبة، بس أكيد فينا ناكلها لوحدها كوجبة أو مع أي شي تاني. وهلأ خلينا نبلش. رح ناخد العدس ونحطه بمصفاية ونغسله. لحطهم بالطنجرة على النار وضيف عليهم المي، ولما يبلشوا يغلوا بغطيهم وبحطهم على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة. ولما يخلص الوقت بيكون العدس استوى معنا. لازم يكون طري مثل ما نكون شايفين. باستخدام مطحنة اليدوية بطحن العدس. وبرجع بصفيه من القشر. وبرجعه على الطنجرة. بحط الرز بالمصفاية وبغسلهم وبضيفهم فوق العدس. بحركهم شوي لحط لها ملح وكمون وقلبهم. ولما يبلشوا يغلوا بغطي الطنجرة وبتركهم على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة. بهالوقت رح اخد بصلة كبيرة وقطعها لقطع صغيرة، وبمقلي على النار لحط زيت زيتون وضيف عليها البصل وبقلبهم مع بعض. ولما يبلشوا ياخدوا لون ضيف الزبدة وبقلبهم مع بعض. لما بصير لونهم أشقر أو بني فاتح بيكونوا صاروا جاهزين. ضيفهم فوق الطنجرة وبحركهم وبتركهم يغلوا على النار لمدة 5 دقايق. وهيك بتكون الشوربة صارت جاهزة معنا. بنقلها على صحن التقديم وبزينها بالبقدونس. برجع بسكب صحن وبزينه بالبقدونس وعصرة ليمون حامض وخبز محمص. ما معقول شو طيبة، جربوها. شوربة طيبة كتير، بتمنى منكم تجربوها وتعجبكم، وألف صحة وهنا.